في واحدة من أكثر الليالي حزنا في تاريخ كرة القدم المغربية، ضاع حلم التتويج بكأس إفريقيا بعد مباراة نهائية مثيرة للجدل جمعت المنتخب المغربي بنظيره السنغالي، مباراة دخلها أسود الأطلس بطموح كبير وإيمان جماهيري لا يوصف، لكن تفاصيلها داخل الملعب تركت علامات استفهام كبيرة حتى اليوم. بدأت المباراة بحذر شديد من الطرفين، حيث حاول المنتخب المغربي فرض أسلوبه بالاستحواذ والضغط العالي، بينما اعتمد المنتخب السنغالي على القوة البدنية والمرتدات السريعة. الدقائق الأولى أظهرت رغبة مغربية واضحة في التسجيل المبكر، مع فرص حقيقية لم تستغل، في وقت بدا فيه التوتر واضحا على اللاعبين. مع مرور الوقت، بدأت المباراة تأخذ منحى غريبا، حيث توقفت اللعبات كثيرا بسبب أخطاء تحكيمية أثارت الجدل، وقرارات بدت غير مفهومة في لحظات حاسمة. مطالبات مغربية بركلات جزاء تم تجاهلها، مقابل تساهل واضح مع الخشونة الزائدة من الجانب السنغالي، ما أثر على إيقاع المنتخب المغربي وأفقده التركيز. في الشوط الثاني، ازدادت المباراة تعقيدا، حيث تمكن المنتخب السنغالي من تسجيل هدف أربك حسابات اللقاء، هدف جاء بعد هفوة دفاعية سبقتها لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، ما زاد من غضب اللاعبين والجماهير على حد سواء. حاول المغرب العودة في النتيجة بكل قوته، وضغط في مناطق الخصم، وخلق عدة فرص محققة، لكن التسرع وسوء الحظ حالا دون تسجيل هدف التعادل. الدقائق الأخيرة كانت الأصعب، حيث اندفع المنتخب المغربي للأمام تاركا مساحات في الخلف، واستغل المنتخب السنغالي ذلك ليؤمن النتيجة، وسط احتجاجات متواصلة على قرارات الحكم التي اعتبرها الكثيرون سببا مباشرا في ضياع الحلم المغربي. مع صافرة النهاية، ساد الصمت وخيبة الأمل، ليس فقط بسبب الخسارة، بل بسبب الإحساس العام بأن المباراة لم تحسم فقط داخل المستطيل الأخضر. ضاع حلم طال انتظاره، وبقي السؤال مطروحا لدى الجماهير المغربية: هل خسر المغرب بسبب الأداء فقط، أم أن هناك عوامل أخرى حسمت النهائي؟ ورغم الألم، يبقى المنتخب المغربي حاضرا بقوة في الكرة الإفريقية، وتبقى هذه المباراة درسا قاسيا في تاريخ أسود الأطلس، يزيد من الإصرار على العودة أقوى والمنافسة من جديد على اللقب القاري.